اجتماعات في الشأن الصومالي تنتهي وأخرى لرفضها، مشهد ألفه الصوماليون منذ انهيار دولتهم عام 91. هنا وفي أدغال جنوب الصومال توافد مسؤول 4 جماعات إسلامية للاجتماع والتشاور حول المرحلة القادمة التي ستعيشها الصومال بعد انسحاب القوات الأثيوبية وانتخاب شريف شيخ أحمد رئيسا للبلاد. بعد مشاورات دامت نحو أسبوع أجمعت القيادات المشاركة في الاجتماع على توحيد صفوفها وتكوين تنظيم جديد أطلق عليه اسم الحزب الإسلامي. قيادة التنظيم الجديد توصلت إلى قرارات أهمها مواصلة القتال وإعلان الحرب على حكومة شريف شيخ أحمد والامتناع عن إجراء حوار معه، لأنه كما يقولون هادن أعداء الإسلام لتحقيق مكاسب سياسية له. هذه الحكومة الجديدة في نظرنا كسابقتها لا تختلف عنها بشيء، ولذلك لا يمكن لأي طرف من أطراف المجاهدين ولا من الحزب الإسلامي المشكل قريبا أن يدخل مع هذه الحكومة في تفاوض. يد المصالحة التي مدها الرئيس الصومالي الجديد شريف شيخ أحمد تقابلها يد أخرى ترفع لمحاربته وتتوعد باستخدام كل ما توافر لها من وسائل لإفشال حكومته، باعتقادها أن حكومته امتداد لسياسة أثيوبية وأمريكية هدفها محاربة الإسلاميين وإقصاؤهم عن إدارة البلاد. بالنسبة لنا الحكومة العميلة السابقة ومن يشارك معها في الحكم لا يختلفان، وسنحارب كما حاربنا حكومة عبد الله يوسف، وما يتميز به شريف شيخ أحمد هو عباءته الدينية التي يتستر بها. إذن هي مهمة شاقة تقف في وجه الرئيس الصومالي الجديد في محاولة العمل على إعادة السلام إلى البلاد، مهمة عجز عنها الرئيس السابق عبد الله يوسف. ومهما يكن من أمر فإن الواقع على الأرض ينذر بحالة مقبلة قد يتقاتل فيها أصدقاء سابقون مزقت صفوفهم عوامل كثيرة خارجية وداخلية. اتفاق 4 جماعات إسلامية على توحيد صفوفها وعزمها على مواصلة القتال قد يؤشر على التحديات الكبيرة التي تنتظر الرئيس الصومالي الجديد المنتخب في جيبوتي، كما يؤكد وجود الصعوبات قد تجعل مستقبل السلام في الصومال ممنوعا من التغير. عمر محمود، الجزيرة، بدادة، جنوب الصومال.